الانطلاقه تبقى لشباب قسنطينة داخل منطقه العمليات وبالخطا في مرماه وبالخطا باغي الحارس ويوقع الهدف الاول لمصلحه شباب قسنطينة، ولكن بنيران صديقه نادي بارادو يقع في المحظور، او دفاع نادي بارادو يقع في المحظور ويتمكن من مباغته الحارس. من هو الذي تمكن من مباغته الحارس بوصوف، وتصبح النتيجه هدف مقابل 0 لمصلحه شباب قسنطينة. مع بدايه الشوط الثاني، مع اول كره، مع اول فرصه، يتمكن شباب قسنطينة او تتغير النتيجه لمصلحه شباب قسنطينة. هدف مقابل 0 بنيران صديقه. جاء الهدف الاول في المباراه فريد ملولي، وجاء في الدقائق الاولى الشوط الثاني، وهذا الذي سيعطي نكهه وطابع اخر في المباراه في هذا الشوط الاقصى.